السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ده ايه الطاجن ده يا نونا؟ ايه الطاجن ده؟ شكله حلو قوي. ده طاجن ايه ده؟ ده طاجن رز معمر. لا وهو معمر فعلا النهارده، يعني احنا فعلا معمرينه باللحمه بمنتهى السهوله. تعالوا نقول لكم ايه. احنا معانا قطع لحمه، كان عندي حته لحمه كده قطعتها قطع صغيره قوي وحطيتها في السمنه، اديتها لون، حته سمنه، وحطيت لها ورقتين لورا، ولا حطيت ملح ولا حطيت فلفل ولا اي حاجه، عشان انا مش عايزه الرز غامق. هنحط لها ميه مغليه ونسيب اللحمه دي تستوي. خلاص كده هنسيبها ايه لما تستوي. هما كانوا عندي حتتين ما فيش غيرهم، وبيني وبينكم كان عندي قلقاس فايض، هم هيغضبوا على القلقاس مش هياكلوه. قلت لا، اسيبهم يغضبوا على القلقاس؟ ده كلام. بصي خليتها استوت ازاي، فيها شده بسيطه قوي عشان تتحمل الرز. فقلت لا، انا اعمل لهم ايه؟ اعمل لهم طاجن رز جنب شويه القلقاس اللي موجودين، اكلهم غصب عنهم. دول كوبايه وربع رز او كوبايه ونص، على حسب ما انت عايزه. دي هتكفي 4 افراد عندي، يعني انا كوبايه دول عاملاهم يكفوا 4 افراد مش اكتر. خلاص، هنحط عليهم ملح، هنحيق الرز عادي، وفلفل، حبة فلفل صغيرة، مش عايزين الرز غامق. حبة ملح وفلفل صغيرين. ايوه، شاطرة انا كده. هنقلبهم كده مع بعض. طبعا اللحمة طلعناها خدنا اللحمة اللي احنا كنا مسوينها قطع صغيرة، ونروح حاطينها على الرز بالمنظر ده. انت ممكن تعمليه من غير لحمة صغيرة خالص، بس انا قلت ايه، عشان ما يغضبوش على القلقاس عندي، فكان عندي القطعتين دول قطعتهم حتت صغيرة. دول بقى معلقتين سمنة بلدي حلوين كده. اي نوع سمنه عندك مش هتفرق كتير، اي نوع سمنه. ومعانا اللبن. اللبن ده كده كان بالقشطه بتاعته، لان انا كان عندي قبلها بيوم في التلاجة، فكان مربي قشطه كتيره جدا، وانا بحب اللبن، اللبن ده بتاعي بيبقى دسم. ده كيلو لبن يا جماعه، بس الكوبايه اللي عندي دي ما شالتش الكيلو، فحطيته على مرتين، انما ده كيلو لبن. عايزه تحطي ميه، نص لبن ونص ميه حطي، مش عايزه تحطي حطي لبن بس براحتك. انا حطيت لهم لبن بس. بصوا دخلته الفرن، بصوا ما شاء الله طري وجميل جدا، كان رائع بصراحة. بصوا بصوا هوريكم، بس مستوي ازاي اهو، اللحمة جواه. بصي بنار الفرن اهو، هنغرفه كده. هو سخن اهو، بصوا. جيت اشيل الطاجن لقيته سخن نار فسيبته يعني. بصي اللحمة مستوية خالص ازاي اهي، اهي بصي. وادي الرز مستوي خالص، بصي مهري مهري. هما بيحبوا الرز المعمر عندي مهري كده يعني. ودي طبق القلقاس اللي كان فايض عندي، وغصب عنهم هياكلوا الرز مع القلقاس. مش عايزه اقول لكم الطاجن ده اتنسف. اوعي تنسي تحطي لايك، ولو مش مشتركه في القناه اشتركي، فعلي زر الجرس ليوصلك كل جديد من اختراعات ممنونه. ومعنا اللفت الجميل بقى اللي احنا كنا مخلينه مع بعض. بحبكم في الله، تركتكم في رعايه الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.